ليش فيلم باربي أخذ ضجة بشكل كبير وفيلم اوبنهايمر ليش ما بنصح انك تشاهده لانه بيزرع بالمشاهد الدياسة مثل كل مرة ترويج اعلامي غربي ضخم للافكار الغربية المغلوطة يلي بتساعد على تقليل عدد سكان الارض ونشر الافكار المغلوطة حتى ينشروا الفساد بالارض. الفيلم بيحكي عن شخصية باربي، ولعبة باربي انصنعت بسنة 1959، وهي اللعبة لها تأثير على طفولة كل بنت، ومستحيل اي بنت ما يكون عندها ذكرى مع هي اللعبة. اللعبة هي تحديدا مؤثرة بشكل كبير ولحد هلا. عملوا باربي اللي بنعرفها وباربي بشرة داكنة وباربي مقعدة حتى تناسب الكل. طيب وين الغلط بالقصة؟ ممكن تقلي ياسين هاد مجرد فيلم. بحب قلك او قلك الفيلم اخذ صدى كتير كبير، والخدعة الكبيرة الموجودة انه الفيلم مصنف للاطفال فوق ال 13 سنة، وحرفيا جابوا كبار الممثلين عليه، وعملوا عقد مع شركة برجر كينج حتى يروجوا للون الزهري، وشركة التياب زارا العالمية صنعت تياب مخصوص عن هذا الفيلم. وهي بس شوية فيديوهات بتثبت انه كلامي بيثبت انه الموضوع خرج عن السيطرة. حتى المغنية دواليبا عملت ألبوم باسم باربي وبلشت تنزيل من شهرين، وهي بتلبس لبس باربي بكل غنية. وبالسويد صمموا بيت على شكل باربي فيك تستأجره بشكل يومي. وبعد كل هاي الإثباتات رح يضل في ناس ما مقتنعة بأنه الموضوع ما صدفة، هذا الموضوع بفعل فاعل ومقصود، وبياخد معاني كتيرة وعميقة بأهداف شيطانية. والمشكلة إنه بنفس تاريخ إنتاج فيلم باربي نزل فيلم اسمه اوبنهايمر، وأنا واحد من الناس اللي رحت على السينما حتى أحضره، لأنه بيحكي كتير عن معلومات مهمة وعميقة ونظريات وفرضيات علمية. يعني بالمختصر كنت متوقع الفيلم رح يكون كتير مفيد وغني بالمعلومات، وفعلا ما خاب ظني بهذا الفيلم، كان فيه معلومات وفرضيات علمية كتير وكتير كان غني علميا. بس للأسف الفيلم كله مشاهد وافكار بالفيلم مزروعه ما بيتقبلها اي شخص عاقل. يعني مثلا حبيبه اوبنهايمر بتكون هي متزوجه بس بتحبل من اوبنهايمر اللي هو مجرد صديق، بعدين بتقرر لتطلق زوجها. او مشهد تاني بتحكي لاوبنهايمر انه هي فيها تطلع ومو ضروري زوجها يكون معها وما في داعي حتى تاخذ اذنه. ومشاهد هي جماعية وتجميل فكرة المشروب بانه بيخليك تهرب من المشاكل. وبهي الحالة ما بنصح بالفيلمين انك تشوفهم ابدا. شوف، يلي عم يصير باختصار واضح للأعمى والبصير، في أشخاص بهذا العالم بيهمهم إنه ينتشر الفساد بالأرض. بالنسبة إلهم أعور الدجال هو المخلص والمنجي، وممكن يكون هو الرب. מה שיתרום לאחרונה נמצא מטקסט וכמה עניינים. מה שלא לראות, וגם משהו שעדיין משאיר ליבו, אז הייתה מה שהוא ומה ידיעתו. הכנראה שהיא מספיק, כאילו שהיום כבר שוד, כמה שוד זבלים ועדיין ליבו, אבל יש עוד כמה שעות, אבל יש להשתדל גם היום, ובשורות טובות. ששמחה וטוב ליבו. هن بس عم يسرعوا عملية خروج أعور الدجال. لا تكون عنصر مساعد وتكسب هذا الغلط طول حياتك. لازم أنت كمشاهد تتقبل كلامي اللي عم بحكي. وفي ناس ممكن تتمسخر على كلامي علما ظهور أعور الدجال وأتباعه هي حقيقة مثبتة دينيا ومن علامات الساعة، لهيك أنا من واجبي التحذير. الموضوع مو مسحة وما ممكن التهاون فيه، وأتمنى أكون قدرت أوضح الفكرة بشكل سريع، لعسى وعل أقدر فيد وأنتوا تفيقوا وتستفيدوا.